السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هناخد مراجعة، هناخد تدريبات كده على اللي احنا خدناه عن المنهج. هنشوف كده أول حاجة بيقول ايه. أجب عن الأسئلة الآتية. أكمل ما يأتي. أول سؤال بيقول لنا أكمل، هنكمل. طيب، في عندنا عدة كلمات كده موجودة. أول كلمة اسمها نشويات، إناء، مفيد، بروتين، ينضج، فيتامين. خلاص، احنا عندنا عدة كلمات، هنختار من الكلمات ده اهي ونحطها في المكان المناسب. النقطة الأولى بتقول ايه؟ اليوم ستعد لي أمي ايه؟ ستعد لي أمي ايه؟ إناء من حساء الطماطم. تمام، حساء يعني شوربة يا ولاد، حساء يعني شوربة. خلاص، يبقى اليوم ستعد لي أمي إناء من حساء الطماطم. طيب، نمرة 2، والتي تحتوي على. هنا بقى بيقول لك بقى طيب الإناء من اللي هو فيه حساء الطماطم ده بيحتوي على ايه؟ التي تحتوي على الفيتامين، ثم نضيف البطاطس. طيب، ثالث نقطة، والتي تحتوي على، برضو لسه بيكرر تاني. طب إناء حساء الطماطم ده فيه ايه؟ قلنا فيه فيتامين. طب فيه ايه تاني؟ يحتوي على نشويات. وأخيرا تضيف قطع الدجاج. والتي تحتوي على ايه تاني؟ بروتين. بصوا بقى، البروتين. يبقى هنا الإناء دون بتاع الشوربة ده احتوى على ايه؟ فيتامين ونشويات وبروتين. هنا والتي تحتوي على البروتين. أحب هذا الحساء. ليه بتحبه؟ ليه؟ لأنه متوازن ومفيد للجسم. احنا قلنا طبعا مادام أكل متوازن، طعام متوازن، يبقى مفيد للجسم. سأنتظر حتى ايه؟ ايه اللي فاضله؟ ينضج لكي أتناوله. خلاص، تمام. بيقول لك استخرج من الفقرة اللي فاتت دي، استخرج منها ايه؟ كلمة بها ياء الملكية. ياء ملكية يعني حاجة بتاعتي انا، ملكي انا، ودي ياء بتضاف في اخر الكلمة. خلاص، زي كلمة ايه؟ امي. امي دي ام حد تانية؟ لا، هو بيقول لك ستعد لي امي، امي انا، فيها ياء ملكية. طيب، بيقول لك استخرج اسم اشارة. هنقول ايه؟ هذا، وده اسم اشارة للايه؟ للمفرد المذكر. برافو. حرف عطف، عايز حرف عطف. احنا قلنا حروف العطف ايه؟ و، ثم، ف. طب دورنا في القطعة كده ما لقيناش غير ايه؟ ثم. خلاص. طيب، تنوينا بالفتح. يلا نفتكر كده التنوين مع بعض. تنوين بالفتح يبقى الفتحتين بيبقوا فين؟ في اخر كلمة، وينطقوا نون. طيب، ايه عندنا كلمات؟ إناء، أخيرا. تمام. طيب، مد بالياء. مد بالياء لازم الحرف الممدود يكون مكسور. نضيف. خلاص، نضيف. الضاد هنا تحتها ايه؟ كسرة، دي مد بالياء. حرف الممدود فين؟ الضاد. برافو عليكم. خلاص، احنا عرفناها بقى، اللي قبل المد. حرف الممدود اللي قبل ايه؟ قبل المد. طيب، مضاد اولا ده بيبقى في الاول خالص. طيب، العكس بتاعها ايه بقى؟ اخيرا. اخيرا في الاخر. خلاص. طيب، جمع دجاجة. دجاج او دجاجات، دي او دي صح، الاتنين صح. ماشي يا حبايبي. نقرا على حاجة تانية. تعالوا بقى نشوف حروف الجر. بقول لك اكمل بحرف مناسب. الى، في، من. خلاص، دي حروف الجر. هما دول بس؟ لا، احنا قلنا المنفصلين 5: من، في، الى، على، عن. خلاص، لكن هنا هو محدد لي، والله كويس، هو جايب لي 3 بس: الى وفي ومن. تعالوا نشوف كده نحط ايه بقى. اضع ملابسي، انا بحطها ايه؟ في دولابي. برافو عليكم، بحطها في دولابي. طيب، أذهب إلى إيه؟ إلى المدرسة صباحا. تمام، فأذهب إلى المدرسة صباحا. طيب، تعالوا نشوف التالتة. التفاح، يلا، من أشهى الفواكه، يعني أحسن الفواكه. طيب، نمرة 4، أشتري الطعام. أنت بتشتريه إيه؟ منين؟ من المتجر. خلاص، ماشي. يا رب نكون فهمنا درسنا النهارده، والمراجعة كانت مفيدة بالنسبة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.